نفرهرو. النهاردة هنتكلم عن ملك من أعظم ملوك مصر. هو مش مشهور قوي، بس له تأثير واضح في التاريخ المصري. الملك حور إيمحب. هو بدأ حياته السياسية في عصر الملك الشاب توت عنخ آمون. كان قائد للجيوش، وكان وزير للخارجية، ورسول الملك للبلاد الأجنبية. أنشأ لنفسه مقبرة جميلة جدا في سقارة، وظهر في المقبرة بجوار الملك توت عنخ آمون، وقاد بنفسه بعثة دبلوماسية لبلد اسمها ميعام، كانت عاصمة بلاد النوبة في الوقت ده. بعد هذه البعثة حضر لمصر حوي حاكم ميعام عشان يزور البلاط الملكي في طيبة الأقصر. عرفنا تفاصيل الزيارة دي من مقبرة حوي نفسه. لاحظنا استخدام حوري محب للقب إيريبات أكثر من مرة في مقبرته. اللقب ده مهم قوي. معناه إيه؟ هو أشبه بلقب ولي العهد، وده يخلينا نتأكد إن الملك توت عنخ آمون اختار حوري محب لخلافته. لكن ده ما حصلش في الحقيقة، لأن حوري محب أثناء وجوده في آسيا في بعثة مات الملك توت عنخ آمون، وموته كان موت مفاجئ وكان غير متوقع بالمرة، لأنه مات وهو عنده 19 سنة ومالوش وريث. كبير كهنة آمون اللي هو الكاهن آي انتهز فرصة غياب حور إمحب عن البلاد، وطبعا هو طمعان في الحكم. رشح ابنه نخت آمون انه يتجوز الملكة عنخ إن آمون أرملة توت عنخ آمون، وبكده ممكن هو يورث العرش لأن توت ما عندوش وريث. لكن الأرملة رفضت، وعلشان تقطع الخط تماما أرسلت خطاب لملك ميتاني اللي هي سوريا حاليا. طلبت منه إنها تتزوج من أحد الأمراء أبنائه عشان تجعل منه ملكا على مصر. ملك ميتاني طبعا ما صدق، دي فرصة مش ممكن يضيعها. بالفعل أرسل ابنه لمصر، لكن الأمير موصلش. إزاي؟ محدش عارف، محتمل جدا يكون اتقتل في الطريق. بعد كده آي كبير الكهنة تمكن إن هو يتزوج بنفسه من الأرملة عنخ إن آمون، وأصبح ملك على مصر. حكمها لمدة 4 سنوات بس، لأنه هو أساسا كان متقدم في السن. في الوقت ده الجنرال حوري محب كان رجع من آسيا وكان زاد نفوذه، وكان أيضا تزوج من موت نجمت، هي مغنية في معبد آمون، لكنها وده الأهم أخت نفرتيتي زوجة إخناتون. طبعا استطاع حوري محب أنه يستولي على السلطة، وصار ملكا على مصر، وصار أحد من أهم ملوكها. قام بتدمير آثار آي ومحى اسمه من عليها. دمر كمان كل آثار الملك إخناتون، واستخدم أحجارها في مباني خاصة به. حور محب احنا بنعتبره أكتر ملك نجح في إعادة الاستقرار لمصر، وأعاد لجيوش مصر هيبتها في المنطقة. لأن في فترة العمارنة اللي هي فترة إخناتون وسمنخ كارع وتوت عنخ آمون نفسه وآي، الوضع ما كانش مستقر تماما، وكانت مصر بتمر بمرحلة شديدة الاضطراب. حور محب غير مقبرته في سقارة، كان عاملها هو لسه قائد للجيوش. لما أصبح ملك عمل مقبرة من أروع مقابر وادي الملوك.